دين. خدمة المطبر شرف عظيم، يعني إذا أنت شوي بتروح تمسح له عن عينه الدم. الزحف على الأرض على الخدود وجرحها، من وين جبتوها وأدخلتوها إلى شعائر الحسين وعملتوها شعائر كمان؟ من وين؟ كلها مع الأسف أصولها. أنا بتمنى عليكم وآسف إني أحكي هيك بمجلس أبي عبد الله، أنا شخصيا حاضر مسلسل هندي مش فيلم هندي، مقصد حضرته لشوف كيف يؤدون طقوسهم أمام بوذا. الخيط، الخراريق، التطيين، ضرب السلاسل، العادات الحلو والمحليات، الطعام، تبخيره، الدوران، كلها عادات بوذية أتت من الهنود. وبتعرفوا الهنود تاريخ أكثر من 3000 سنة. ما الفرق بينك وبين البوذي في هذه التصرفات يا أخي؟ هل يرضى الحسين ذلك؟ إذا إجا الحسين قال لك أنا يا عمي ما بدي هيك، أنا بدي تؤمن بالله ورسوله وتكون خوش آدمي، لا بدي تطين حالك ولا بدي تطبر ولا بدي تضرب سلاسل ولا بدي ولا بدي. هاي البدع اللي أدخلت على الدين، شو بتقول له؟ بتقول له إيه سمعا وطاعة أو بضلك ماشي؟ بتعرفوا أنه في عند الهنود عيد اسمه عيد الخيط المقدس؟ بيجيبوا الخيط وبيربطوه على مثل المحبس، عيد الخيط المقدس، مثل عيد الخرقة المقدس اللي بتربطوه على زنودكم الخضراء، مع الفارق طبعا بس نفس العادات. ليش؟ هل هذا هو دين الله؟ هل هكذا يريد الحسين عليه السلام؟ أنا عم بحكي هيك حتى أقول لكم أن الحسين خرج لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما خرج بس لأجل الاستعراض ولبس السواد. لك يا أخي وصل الاستعراض بنا في لبس السواد أن بعض نسائنا وبناتنا لا يرتدين ربع الثياب عليهن ويصبغنه بالأسود وهن محزونات على الحسين. كيف هذا؟ كيف هذا؟ فقط لأننا نريد المظاهر، لأننا نعيش القشور، لأننا لا ندخل في العمق واللب. شو بينفع السواد؟ شو بينفع اللطم؟ شو بينفع البكاء على الحسين عليه السلام؟ شو بينفع كل هذا إذا ما استنينا بسنة الحسين وعملنا بدين الحسين؟ ما بينفع شيء. مرارا قلت لكم وأعيدها، لو كان البكاء بدون عمل على الحسين ينفع لبكى بكاء عمر بن سعد يوم العاشر من محرم. يوم العاشر حتى ابن سعد بكى على الحسين على قولة العراقيين. يوم العاشر من المحرم زينب التفتت إليه: أو يقتل الحسين وأنت تنظر؟ في قرابة بيناتهم بالجد الرابع. أشاح بوجهه وبكى، حتى في بعض المرويات أن الجيش بكى عندما خطبت زينب ووجهت نداءها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بينفع؟ واحد قاتل ابن بنت رسول الله، شو بينفع بكاؤه؟